اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا فراولاتي؟ ما ننساش كلنا ندعي كده لاخواتنا في غزة وفلسطين، ربنا معاهم يا رب، وربنا ينصرهم ويحنن قلوب كل الحكام عليهم وكل الناس يا رب العالمين، ويطلعوا من اللي هم فيه ده وترجع لهم أراضيهم وربنا يصبرهم يا رب. تعالوا بقى النهارده هنعمل مع بعض كده أكلة أرداحي بس عالمية، هنعمل أكلة شعبية كده مشهورة بس أكلة عالمية كده هنعملها بكل مشتقاتها ومشتملاتها. أول حاجة كده جبت بتنجانتين كبار، قطعتهم بالشكل ده ورشيت عليهم شوية ملح وقلبتهم علشان ينزلوا أي سوائل فيهم والبتنجان ما يشربش زيت لما نيجي نقليه. وجبت كده وحدتين من البطاطس، دي بطاطس تحمير، وخدي بالك بقى ان اليومين دول بطاطس التحمير في السوق ما هياش كلها زي بعضها، يعني بيغشونا، هما دول اليومين اللي بتلاقي البطاطس فيها اللي هي بتبقى مسكرة، اللي هي بطاطس الصواني دي. فانت خليكي متأكدة ان هي بطاطس تحمير. بتعرفيها ازاي؟ هقولك عشان ما كنتش بعرفها وحد قال لي. بيقولك البطاطساية كده تلاقي فيها نغزة حمرا كده، اللي بتبقى فيها نقط حمرا دي. غسلت البطاطس بعد ما قشرتها وقطعتها وحطيت عليها مية وملح عشان تبقى بتقرمش معانا كده واحنا بنحمرها. كمان كده كام قرن من الشطة، فيهم قرن بارد واتنين يعني مش بارد، مش قرنين باردين وقرن حراق. وجبت كده نص كيلو من الطماطم وهعمله كده في الخلاط، هعصره في الخلاط يعني. تقدري تبشريها بالمبشرة برضو، بس انا عايزاها معصورة في الخلاط تبقى اسهل واسرع، يعني مش لسه اقعد ابشر. ومعايا برضو ايه كده راس توم زي ما انتم شايفين كبيرة كده، وهقشر التوم. الاكلة بتاعتنا النهاردة يا جماعة فيها تكات خطيرة، كملي الفيديو الاخر هتعجبكم قوي وجربوها هتعجبكم يعني ان شاء الله. بعد ما قشرت التوم كده بقى هرسه هرس ناعم تمام كده. تعالوا على النار هنا كده، حطيت معلقتين كبار من السمنة عليهم معلقتين من الزيت، وده كيلو من الرز عليه ربع كيلو من العدس، هنعمل الكشري الاسكندراني. تمام كده. بشوح العدس مع الرز علشان الرز لما يستوي ما تلاقيش العدس اتهرى فيه، تلاقي حباية العدس زي ما هي. بعد ما شوحتهم كده ضفت عليهم ميه قد كمية الرز، بتحطي ميه ومعلقة ملح ممسوحة ونطرة كمون كده، يعني رشة كمون صغيرة. حط بقى على النار التانية كده جنبي بيض يتسلق عشان لزوم الأكلة يعني ولزوم التكات والحركات. سيب بقى كده الكشري أول ما يبدأ يغلي معايا هبدأ أهدي عليه النار. أول ما يبدأ يغلي كده هدي عليه النار. بصوا بقى ما شاء الله زي ما انتم شايفين العدس باين ازاي في الرز، مش ماري، تلاقي حباية العدس كده باينة معاكي مستوية، وكل حباية مع نفسها. هقلبه كده وهدي عليه النار وانقله على نار تانية بقى كده عشان اشتغل. الكاميرا ما بتجيبش البوتاجاز الناحية التانية. هدي عليه النار واسيبه لما يتلدن ويستوي. اجيب بقى هنا كده طاسة فاضية غويطة واضيف فيها شوية زيت، وابدأ اشتغل كده ايه اللي هو بالتدريج، واحد اتنين تلاتة. اول حاجة كده هبدأ احمرها معايا هي البطاطس. صفيتها بقى من المية والملح بس ما غسلتهاش عشان تفضل بالنشا اللي بينزل من البطاطس ده، بتبقى مقرمشة معاكي، والملح كمان بيطعمها كده بيكون طعمها حلو. هاسيب بقى كده معايا البطاطس تتحمر على نار متوسطة، بلاش نار عالية، تلاقي البطاطساية قلبها ني ومن بره متحمر. يوسف ابني بقى ما بيحبش البطاطس يبقى لونها غامق، فانا بهدي عليها النار بسيبها تستوي كده وبيبقى لونها اللي هو اللون الذهبي ده، وبتكون مستوية برضو في نفس الوقت معايا. اول حاجة كده عملتها البطاطس عشان لو حمرت البتنجان في الاول البتنجان بيغير لون الزيت وطعمه كمان. هبدأ بقى كده احمر البتنجان. انا رشيت عليه ملح، شطفته من الملح اللي كان عليه، غسلته يعني تحت المية كده وصفيته منه لغاية البتنجان ما ياخد معايا اللون القمر اللي انتوا شايفينه ده كده على نار متوسطة برضو. تمام كده انا حمرت كل الكمية عشان ما اطولش عليكم يعني. هبدأ بقى اجيب اخر حاجة اللي هي الشطة، عشان الزيت ده انا مش هرميه، انا ما ضفتش زيت كتير من الاول، ضفت على قد استخدامي عشان حرام يعني اللي هو ايه ترمي وكده. هبدأ بقى كده احمر الشطة. الشطة بقى بيبقى فيها قرن حراق كده بيقلب الدنيا بصراحة، خليكي طول ما انت بقى واقفة تعطسي وتكحي. خلاص بقى كده فضل شوية الزيت الصغيرين دول احمر فيهم بقى ايه معلقة توم كبيرة كده مهروسة، وهشيل نص معلقة توم مهروسة من اللي احنا دقيناه في الاول فرمناه. حمر التومة كده لغاية ما تاخد تبدأ هتصفر معايا، هنزل عليها بقى ايه كده ايه بنص معلقة كزبرة، كزبرة ناشفة. هنا بقى بنعمل تسبيكة للمسقعة، جربوها بالطريقة دي جميلة قوي هتعجبكم. يا سيدي على الروايح، كان نفسي التليفون يبقى بيوصل الريحة عشان يوصل لكم الريحة اللي عندي. بعد بقى ما طشيت كده الكزبرة والثوم بمعلقة خل، هنزل كده بقى ايه بالطماطم اللي انا عصرتها في الخلاط وهصفيها من اي بذور وقشور فيها. تمام كده. وهسيبها بقى اديها شوية ملح كده وشوية من الكمون وبس.
وعشان المسقعة تبقى حلوة معاكي لازم تسيبيها تتسبك معاكي، هسيبها تتسبك وارجع لها تاني. هنا بقى كده تعالوا نعمل طماطم مخللة كده تحفة. عايزة اقول لكم طعمها بيبقى حلو قوي قوي مع الاكلة دي. عندي طماطم مقطعاها شرايح كده، وجبت هنا نص معلقة التوم دي، هعمل بقى ايه كده دقة كده ليه، وعليها شوية من الكمون وشوية من الشطة وشوية من الخل. وهقوم جايبة الطماطم بتاعتي كده. استنوا الطبق دوت تقريبا كده هيجي صغير، اجيب طبق غويط شوية علشان الدقة اللي احنا عاملينها دي كده ولادي بيحبوا ياخدوها ويحطوها على الكشري كده وياكلوا بيها. بصراحة بتبقى حلوة قوي. قطعي الطماطم على فكرة بالطريقة اللي تحبيها يعني. ممكن تقطعيها سلطة قطع صغيرة وتحطي عليها التوم والخل وكمون وشوية ملح وشوية شطة. بس خلاص كده هي جاهزة. رجعت تاني بقى للصلصة بتاعتي هنا، خلاص بقى اتسبكت. عشان تاكلي مسقعة حلو ما تستعجليش على الصلصة، سيبيها تتسبك. لما تلاقي الزيت اللي في الصلصة نطر على الوش كده بتاع الصلصة بتاعتك، ده كده بتكون اتسبكت وبقت حلوة. هبدأ بقى هنزل فيها كده بالبتنجان وبالشطة اللي احنا حمرناهم، وكمان بشوية بطاطس من اللي احنا قليناها يعني. كان عندي شوية بطاطس قلياهم كده، مكانش حد راضي ياكلهم من اول اليوم، فانا ضفتهم هنا في المسقعة عشان حرام يترموا كده. هتسيبيها بقى تغلي كام غلوة ايه كده مع بعضيها، عشان البتنجان كده ايه والصلصة كمان تطعم من طعم الشطة اللي انت حطيتيها ديت والفلفل. كل المكونات يعني ايه تندمج مع بعضها، تديكي طعم افضل يعني. مش اللي هي ايه غلوة واحدة وتنزليها، لا، سيبيها لمدة كده يعني ايه 4 دقايق على نار هادية، وغطي عليها وسيبيها. والبطاطس كمان بيكون طعمها حلو فيها مش وحشة. شوية مسقعة قرداحي بس عالمية بجد والله العظيم هتعجبكوا قوي. جربوها بتاكل ان انت تحطي فيها الكزبرة الناشفة دي، لا حلوة. خلاص بقى كده هغطي عليها واسيبها، ونروح نشوف مع بعض كده هنكمل نعمل ايه. خلاص كده. اتمنى بقى لو حد اول مره بيشوفني يشترك عندي في القناه وينورني. خلاص بقى كده تعالوا هنغرفها مع بعض تحفه. بصوا بقى الجمال والقوام بتاعها تحفه والله العظيم. شويه مسقعه تحفه كده، ممكن تعمليهم لوحدهم اكله كده مع رغيفين عيش بقى وشويه خاص بقى جرجير اي حاجه، بتبقى اكله تحفه واقتصاديه كمان، وكمان مفيده فيها حاجات كتير. بس خلاص كده كان كل الاكل بقى استوى معايا. تعالوا بقى نشوف الكشري وجماله يا سيدي. ادي البطاطس بقى المقلية وادي الكشري. شايفين الجمال، الكشري وجماله. العدس مش مهري كده في الرز ولا حاجة، وادي البيض خلاص، وادي الطماطم وادي المسقعة. اكلة سهلة وسريعة واقتصادية وبسيطة وعلى قد الايد. لو عجبكم الفيديو بتاعنا كده اتمنى تشتركوا عندي في القناة وتشيروا الفيديو كده لاصحابكم عشان القناة تكبر بإذن الله. مع السلامة، بحبكم في الله واشوفكم على خير وبخير ان شاء الله الفيديو اللي جاي. باي باي.